ارحم كبير السن واحترمه، لأنك في يوم هتبقى زيه، ووقتها هتكون محتاج الحنان والرحمة من كل اللي حواليك. كبير السن مش هيبقى عليك، لأ، ده رحمة من ربنا ليك، هتاخد عليه ثواب من غير ما تحس. اسمعه، اتكلم معاه، حسسه انه ليه قيمة، وانه مش عشان كبر في السن خلاص ما بقالوش لازمة. دار المسنين مش مكانه، مكانه الطبيعي حضنك وقلبك، كله دفى وأمان زي ما كان هو لك زمان. وانت لسه يدوب بتشوف نور الدنيا، محتاج اللي يعلمك تمشي ويطبطب عليك. اقف جنبه، كن سنده وأمانه وعكازه اللي يتسند عليه، زي ما هو كان طول عمره سندك وظهرك وأمانك. رعاية كبير السن هدية من ربنا لينا، يا ريت نحافظ على هديته ونراعيها. واعرف انك مهما كنت قوي هيجي يوم وهتكون زيه، ضعيف، محتاج اللي يسندك ويراعيك ويطبطب عليك. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.